ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة سلمى هلال. وفي الفيديو ده هنتكلم عن حاجات مهمة جدا 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 لو انت داخل تالتة ثانوي لازم تعرفها. اول حاجة هتبدأ مذاكرة في ثانوية عامة في شهر كام؟ طيب عايزاك ما تقعش في الخطأ ده، علشان في ناس كتير جدا جدا بتقع في الخطأ ده، ان هم اول ما بيخلصوا امتحانات تانية ثانوي بيبدأوا ان هم يطلعوا على منهج تالتة ثانوي. عايزاك تاخد اجازتك كاملة بمعنى الكلمة، لان في ناس كتير قوي كانوا في ثالثه ثانوي بداوا في اجازه تانية ثانوي، ولكن للاسف جم على شهر واحد فقدوا الشغف وحسوا ان هم خلاص مش قادرين يذاكروا بقى، مش عايزين يفتحوا ولا كلمه لانهم بداوا من اول السنه، وبالتالي الطاقه بتاعتهم خلصت. فانا مش عايزاك تغلط نفس الغلطه، لان شهر واحد ده الشهر اللي انت هتقع فيه. لو انت بدات في الاجازه، الشهر ده حرفيا اللي كل الناس بتبدا ان هي تشد وبتبدا ان هي تقوم، علشان حرفيا اللي بيميز الطلاب في ثانويه عامه هي الشهور الاخيره. كل الناس سهل ان هي تبدا اي حاجه، ولكن صعب ان انت تنهي الحاجه صح. فبالتالي عايزاك تاخد اجازه تانية ثانوي عادي جدا، وهتبدا من بدايه شهر 9. تمام؟ ده البدايه الصحيحه، ان انت بتبدا من بدايه شهر 9.